أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم دكتور كورة على راديو 4040. أنا معاكم محمد حاتم. هنبتدي أخبارنا النهاردة من الكابتن علي ماهر مدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا. اقترب الكابتن علي ماهر من الرحيل عن نادي سيراميكا كليوباترا عشان يتولى القيادة الفنية لنادي الاتحاد الليبي، وبالفعل حصل قعدة. وعايز أقول لكم إن الكابتن علي ماهر ممكن كمان يكون بالفعل وقع على العقود. تعالوا نروح بقى للنادي الاهلي واخبارنا من داخل النادي الاهلي، وهنستهل اخبارنا النهارده ان الدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق طمن الجماهير على صحه امام عاشور، وان صحته في تحسن وحالته في تحسن، وكمان يومين هيعمل تحاليل جديده للاطمئنان على حالته ومعرفه بدايه مشاركته في البرنامج التاهيلي والدخول في التدريبات الجماعيه والتاهيل البدني. مش بس كده، اشرف داري احد ايضا المصابين. يعني كابتن جاب الله قال ان اشرف داري خلال اسبوع هيكون موجود في تدريبات النادي الاهلي. عايز اقول لكم كلام، والكلام ده مش هتسمعوه غير عندنا هنا في راديو 4040 فيما يخص اليو ديانج، والناس كلها راحت ان اليو ديانج رايح نادي بيراميدز. عايز اقول لحضراتكم ان اليو ديانج قريب جدا من نادي العين الاماراتي. تعالوا برضو نتكلم ونقول ان الشحات الراجل زعلان غضبان متضايق من ايه. نادي الاهلي كان قعد هو مع الكابتن وليد صلاح الدين وحطوا الخطوط العريضه وكل حاجه تمام، ولكن سروب او يسروب جه قال لك اوقف كل التفاوضات بعد الماتشين الجايين بتروجيت والمصري عشان اقف على حاله اللعيبه. فحسين الشحات الراجل كان خلاص هيمضي ويخلص، فزعلان غضبان متضايق. عايز اقول لحضراتكم ان حسين الشحات عنده 3 عروض، عرض من الامارات وعرض من قطر، وحط عليهم كمان زود بيراميدز. نروح لنادي الزمالك، واللي حصل في نادي الزمالك حصل بالفعل قعده بين حسام عبد المجيد واحد المقربين من اتخاذ القرار في النادي الاهلي عشان يستطلع بس راي حسام عبد المجيد، هل هو عنده مشكله يلعب في الاهلي ولا لا؟ في نفس الوقت هل هو دماغه راح للاحتراف ولا اللعب للنادي الاهلي؟ فطبعا ده اللي هنشوفه خلال الايام الجايه. محمد السيد، واللي احنا عرفناه ان محمد السيد الراجل ما عندوش مشكله ان هو يجدد ليه نادي الزمالك، ومش بالارقام اللي احنا بنسمعها 20 و15 والكلام ده، ولكن الراجل عايز بند يتحط في العقد ان هو يعني لما يتلقى عرض احتراف نادي الزمالك هيسمح ليه بالاحتراف. وعايز اقول لكم ان حصل وعد من نادي الزمالك انه يحط البند ده. في نفس التوقيت شيكو بانزا الراجل الدنيا قامت ما قعدتش بعد ما كتب بوست كده يدعم زميله محمد السيد بعد ما ضيع ضربة الجزاء، والجماهير استفزت جدا من الكلام اللي كتبه شيكو بانزا. وشيكو بانزا وضح للإدارة ان ده زميلي في الفريق وصديقي وانا بدعمه، والإدارة تفهمت جدا 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 يعني موقف شيكو بانزا. عايز اقول لحضراتكم ان مدير التطوير الفني في المغرب بيقول ان عبد الحميد معالي الراجل يعني اخفق ان هو جه نادي الزمالك في الوقت الحالي. وعايز اقول لك برضو ان انت اخفقت في الكلام. في لقطة غريبة عجيبة حصلت في مباراة جونة وسموحة في خلينا نقول الجولة 13، ضربة جزاء جت لسموحة، فبابا باجي وحسام أشرف الاتنين اتخانقوا مين هينفذ ضربة الجزاء. وطبعا كالعادة الدوري المصري بيضحكنا موجة كوميدي، ولكن احذر الدوري المصري بيرجع إلى الخلف. تعالوا اقول لحضراتكم برضو نرجع لاخبار نادي الزمالك تاني. كابتن احمد عبد الرؤوف بينضم ليه الجهاز الفني ليانيك فيريرا بديلا لحازم امام. في نفس التوقيت منتخب مصر لكرة القدم هيلعب دورة ودية، والدورة الودية دي هتبقى في الامارات وهتبقى على استاد هزاع بن زايد، وهتتكون من 4 فرق. ال4 فرق دول مصر وباكستان وإيران وكاب فيردي بعد اعتذار السنغال. 14 نوفمبر هيبقى مصر ضد أوزبكستان، 18 نوفمبر هيبقى الموعد النهائي بين مصر ضد أوزبكستان وإيران ضد كاب فيردي، اللي هيكسب هيطلع طبعا النهائي ويلعب في النهائي. وقبل ما اختم بكرة القدم عندنا خبر مش لذيذ خالص عن كرة اليد وبالاخص من نادي الزمالك. الاتحاد الافريقي لكرة اليد قرر ان هو يوقف نادي الزمالك لمدة سنة
عن المشاركة في بطولة أفريقيا بعد الانسحاب من البطولة الأخيرة بجانب فرض غرامة مالية على نادي الزمالك، ونادي الزمالك بيتظلم. كنت معاكم محمد حاتم على راديو القاهرة 4040 ودكتور كورة. سلام.